ازيكم وعاملين ايه؟ دلوقتي احنا خلاص رسميا دخلنا الربع الرابع ل 2025، فخلاص هي بتودع وفاضل لها شهرين تقريبا، فآن الاوان ننزل بقى فيديوهات الترشيحات بتاعتنا، وهنبدا السلسله باول فيديو فيها وهي فئه ال 10000 جنيه اللي هي حوالي 200 دولار 250 دولار في الرينج ده، يعني بالمصري مش هنبقى واقفين 10000 بالظبط، مفيش حاجه اسمها كده، ولكن هنتكلم من 8000 8500 لحد ال 11500. دي الرنجات اللي معانا النهارده. الفئه دي محيره شويه عشان فيها موبايلات كتير جدا، وفي موبايلات كمان هتنزل كمان شويه، فعايزك تركز معايا كويس قوي ان شاء الله في فيديو النهارده عشان تطلع منه عارف بالظبط تشتري انهي موبايل وايه الموبايل اللي هيلبي احتياجاتك، لان كلنا عارفين كل موبايل ليه مميزاته وعيوبه، فانت ممكن العيوب دي ما تناسبكش ولكن تناسب غيرك، فتختار الموبايل اللي اقل عيوب بالنسبه لك. وخلينا ما نرغيش كتير في المقدمه ونخش على طول في الفيديو اللي معانا النهارده، بس في البدايه بفكرك اللايك بتاعك الجميل والاشتراك في القناه مش مشترك عشان يوصلك كل جديد بنزله اول باول. انا عمر ويلا بينا على ترشيحات فئه ال 10000 جنيه في 2025. مبدئيا كده انتوا عارفين ان في كام شركه كده بنطلعها في كل مره، والشركه دي ما بتكونش بتقدم اي قيمه مقابل سعر، واحيانا ما بتقدمش قيمه اصلا. والشركات دي حاليا في الوقت اللي بكلمكم فيه وقت تصوير الفيديو شركات زي اتش ام دي اللي هي نوكيا سابقا، شركه زي هواوي ما عندهاش تقريبا اي موبايل يذكر في الفئه السعريه دي، والشركه الثالثه هي شركه موتوريلا واللي بصراحه بتقدم تجارب كويسه الفتره الاخيره، ولكن فئه ال 10000 جنيه ما لقيتش منها الموبايل القوي يعني اللي يستاهل ندخله في الفيديو وضيع وقتك معايا. فمن الاول كده الثلاث شركات دول مع السلامه بره الترشيحات بتاعتنا خالص. نخش على الشركه رقم 4 معانا والغنيه عن التعريف شركه شاومي، واللي عندها واحد من افضل واقوى الموبايلات في الفئه السعريه دي هو الريدمي نوت 14 4G. بالرغم ان الموبايل ده تم اصداره في اول السنه تقريبا، الا انه لحد دلوقتي محافظ على نفس المكانه اللي نزل بيها، جايب شاشه ولا اروع من نوع اموليد وبتردد 120 هرتز وسطوع تلقائي بيوصل ل 1800 نيتس او 1800 شمعه، شاشه متكامله بدون اخطاء. فيا بختك بالموبايل ده لو انت بتستهلك محتوى كتير وبتحب دايما تتفرج على افلام ويوتيوب والكلام ده كله على الموبايل بتاعك. تاني ميزه بتميز الموبايل ده انه جايب معالج كويس في الفئه السعريه دي الهيليو جي 99 التيميت، بيجيب حوالي 420000 نوت اداء وبيشغل لك ببجي على 60 فريم ثابتين باداء مستقر، فمعالج جيد الحقيقه وهيعجبك في الفئه دي. 3 كاميرا خلفيه كويسه برضه في الفئه السعريه دي بدقه 108 ميجا بكسل، تجربتها كانت جميله، مع كاميرا سيلفي بدقه 20 ميجا بكسل، تجربتها برضه كانت جيده جدا في الفئه السعريه دي. رابع حاجه الموبايل ده برضه جايب بطاريه بسعه 5500 ملي امبير اور وشاحن سريع جدا مرفق في العلبه بقدره 33 واط، ولكن مش عايز اصدمكم ان 33 واط اللي كانت بالنسبه لنا رقم مرعب في اول السنه وكنا بنتباهى بالشركه اللي بتحط الارقام دي في الفئه السعريه دي، هقول لك على مدار الفيديو شواحن تقدر توصل لضعف الرقم ده تقريبا، فركز معايا عشان جايب لك شويه موبايلات حلوه قوي في الفيديو ده. خامسا واحده من احلى التجارب الصوتيه اللي هتاخدها في الفئه السعريه دي كلها، بنتكلم في ستيريو سبيكرز داعمه لتقنيه الدولبي اتموس اللي هتديك تجربه صوتيه مجسمه والبيس فيها محترم قوي على الفئه السعريه دي. ده غير بقى اخيرا ان الموبايل بيجي باي ار بلاستر او انك تقدر تستخدم الموبايل ده كريموت كنترول كعاده اجهزه شاومي، وكمان عندك هنا معيار مقاومه ميه اي بي 54 خفيف بصراحه، بيقاوم بس طرطشه الميه البسيطه خالص، ولكن لا بيستحمل الغمر في الميه زي موبايلات كتير هنشوفها، ولا بيستحمل برضه انه يقع منك مثلا في مكان فيه تراب او رمله كتير ممكن توصل للبورده ويضر الموبايل. بس عيوبه واللي ممكن بقى ما تعجبش ناس كتير هي كالتالي: اولا مفيش ان اف سي، فمش هتقدر تشحن مثلا كارت الكهرباء بالموبايل بتاعك، ودي بقت ميزه رسميه خلاص في مصر بما ان اغلبنا تقريبا عنده عدادات كهرباء بتتشحن بالان اف سي. اتنين تصوير الفيديو في الموبايل ده اخره بس 1080 بي، مفيش تصوير 4K، انساه بقى هنا، في حين برضه ان في منافسين تانيين هيقدموا لنا تجربه تصوير 4K في الفئه دي. ثلاثه ما عندكش مستشعر مكالمات حقيقي هاردوير، هنا المستشعر سوفت وير، فطبعا اداؤه مش هيكون ادق حاجه معاك في المكالمات، ومشكله الجهاز ده كمان انك اول ما هتجيبه وتفتحه من العلبه هتلاقيه نازل لك باندرويد 14 واللي يعتبر قديم نسبيا لان خلاص اندرويد 15 موجود و16 قرب ينزل كمان، ومفيش كاميرا خاصه بالالترا وايد او التصوير الواسع. والجهاز ده سعره النسخه ال 128 جيجا مساحه تخزين و6 جيجا بايت رام 9400 جنيه بالظبط، وطبعا لاخواتنا اللي بيشوفونا من بره مصر فالسعر فوق اهو بالدرهم الاماراتي وبالدولار الامريكي. تقول لي يا عم عمر يعني بشكل اجمالي كده هتسيب لنا الموبايل ده ولا هتطلعه من الترشيحات؟ هقول لك بصراحه سيبه بسبب تجربه الشاشه الرائعه اللي فيه والمعالج الجيد والتجربه الصوتيه الممتازه وتجربه الكاميرا المقبوله، فشاومي هتفضل معانا في الفيديو ده، ولكن استنوا عشان في موبايلات اقوى بكتير جايه كمان شويه. خامس شركه معانا وهي شركه ريلمي، واللي مغرقه السوق حرفيا الفتره دي بموبايلات بالهبل، ولكن في الفئه السعريه دي مش هنلاقي عندها غير الريلمي سي 75. والجهاز ده بالنسبه لي انا عيوبه كالتالي: اولا معالج ضعيف جدا في الفئه السعريه دي الهيليو جي 92 ماكس، بيجيب حوالي 230 الف نقطه، في حين اغلب المنافسين اللي هنتكلم عنهم بيجيبوا 420 و 450 الف نقطه كمان، فانت هنا هتتوقع في الموبايل ده اداء العاب ضعيف جدا، وحتى اداء المهام اليوميه الشاقه او المتوسطه مش هتكون شغاله بالسلاسه الكافيه. تاني عيب الشاشه هنا من نوع اي بي اس مش اموليد بقى والوان مشبعه تبسطك كده وتتفرج فيها على محتوى، حتى سطوعها تحت عشات الشمس بنتكلم في 600 نيتس او 600 شمعه بس، وده رقم يزعجك شويه لو بتستخدم موبايل لفتره طويله تحت اشعه الشمس وشغلك بقى بالنهار وبتاع، فالموبايل ده مش الخيار المثالي خالص ليك.
تالت عيب مونو سبيكرز، مفيش هنا ستيريو سبيكرز، السماعات هنا احاديه فقط، وما عندكش هنا NFC اللي اتكلمنا عنها بتاعت الدفع اللا تلامسي، وكمان هنا كاميرا السيلفي ادائها متواضع شويه، مش هيعجبك في الفئه دي. والجهاز ده سعره الاعلى نسخه 256 جيجا مساحه تخزين و8 جيجا بايت رام حوالي 9500 جنيه. فللاسف الموبايل ده انا ما رشحوش الا لو حد عايز يعني موبايل بقى مقاوم للصدمات والكسر وبتاع. هقول لك لا، في بدائل تانية برضو جايه في نفس الفئه السعريه دي مقاومه للصدمات والكسر وبمواصفات اعلى منه مليون مره. فللاسف في الفيديو ده ريلمي مع السلامه بره الترشيحات خالص. سادس شركه وهي شركه فيفو، واللي عندها موبايل جيد جدا بصراحه في الفئه السعريه دي، ولكن بالنسبه لي انا في عيب واحد قاتل، وهنا انا بتكلم عن الفيفو V50 لايت نسخه ال4 جي، عشان في نسخه 5G. الموبايل ده شاشته جميله من نوع اموليد وبسطوع تلقائي بيوصل ل 1800 نتس او 1800 شمعه، وده كلام جميل. عندك كاميرا خلفيه بدقه 50 ميجا بكسل تجربتها ممتازه، وكاميرا سيلفي بدقه 32 ميجا بكسل من احلى كاميرات السيلفي في الفئه دي كلها. خد عندك دي بقى كمان بطاريه عملاقه من نوع سيليكون كربون، البطاريات الجديده اللي بتساعد 6500 ملي امبير اور، وشاحن بقى صاروخي في العلبه بقدره 90 واط. فالموبايل بيشحن لك البطاريه الكبيره دي من 0 ل 100% في حوالي 58 دقيقه، فدي تقريبا من احلى تجارب البطاريات والشحن في الفئه كلها، الا موبايل واحد ممكن يعديها كمان شويه. وعندك ستيريو سبيكرز وبروكسيمتي سنسور حقيقي ومقاومه ميه واتربه IP65 اعلى من الشاومي النوت 14. بس عيبه القاتل هو المعالج. المعالج هنا هو من شركه كوالكوم السناب دراجون 685، معالج قديم وضعيف جدا 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 للاسف، سواء في المهام اليوميه او المتوسطه او حتى في اداء الالعاب. بمعايير 2025 وفي الفئه السعريه دي بالنسبه لي انا المعالج ده زيه زي الريلمي سي 75، معالجات للاسف ضعيفه. وتاني عيب مفيش كاميرا الترا وايد في الموبايل، والجهاز ده سعره النسخه ال 128 جيجا مساحه تخزين و8 جيجا بايت رام 11500 جنيه، يعني عدى الميزانيه بتاعتنا بحاجات بسيطه، وللاسف جايب معالج ضعيف. فتقول لي يا عم عمر انت لو بتشتري الموبايل ده؟ هقول لك بالنسبه لي انا مستحيل. بس لو انت شخص اهم حاجه عندك مشاهده المحتوى والافلام ويهمك موبايل بطاريته تصمد معاك لفترات طويله جدا وشاحن صاروخي كمان في العلبه، فالموبايل ده هيكون خيار جيد جدا ليك، ولكن احسن لك تستنى معايا شويه في اللي هقوله كمان شويه. فعن نفسي هطلع الموبايل ده مع السلامه برضه بفيفو بره ترشيحاتي خالص، الا للشخص اللي اتكلمت عنه. سابعا الشركه الغنيه عن التعريف وصاحبه اعلى مبيعات تقريبا في السوق المصري بعد شركه سامسونج، هي شركه اوبو. اوبو عندها موبايل موجود حاليا بيتباع وقت تصوير الفيديو ده، هو الاوبو A5 برو. الموبايل ده بالنسبه لي انا مستحيل اشتريه، بالذات النسخه ال 5G دي، وكنت اتكلمت عن الموضوع ده قبل كده في فيديو سابق. موبايل بمعالج ضعيف جدا وشاشه تعبانه وحاجات كده، انا عن نفسي ما احبش امسكها في السعر ده. ولكن عايز اقول لكم ان الفتره الجايه ان شاء الله نازل موبايل قوي جدا 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 من اوبو، من سلسله الاي برضه الاي 6 برو، ولكن هم غيروا بقى كل حاجه فيه تقريبا، بدايه من الشاشه الخرافيه اللي برضه من نوع اموليد وبسطوع بيوصل ل 1400 نتس او 1400 شمعه، واستحواذ شاشه بقى من الواجهه الاماميه بيوصل ل 93%، وده يخليها اكتر شاشه كبيره او اكتر شاشه بدون حواف في الفئه دي كلها. فطبعا مفيش حواف، يعني مشاهده محتوى وافلام امتع على الموبايل. 2 معالج جيد جدا الحمد لله في الفئه السعريه دي، الدايمنسيتي 6300 بيحقق حوالي 420000 نقطه ل 430000 نقطه، فكلام جميل زيه زي الهيليو جي 100 وجي 99. هيكون جيد في المهام اليوميه والتصفح والشغل المتوسط على الموبايل، وفي الالعاب هيديك 60 فريم بامتياز لو توفر له تبريد محترم، واللي الشركه بتوعد بحاجه زي كده. فمتحمس بصراحه اجرب الموبايل ده واعمل لكم تجربه كامله للموبايل ده ان شاء الله على القناه، فما تنساش بقى تتابعني طبعا عشان يوصلك المراجعه بتاعته. رابعا اكبر بطاريه في الفئه دي كلها، كنا مبهورين من شويه بالفي 50 لايت اللي كان بيجيب 6500 ملي امبير اور، هنا بقى 7000 ملي امبير اور وشاحن صاروخي بقدره 80 واط برضه في العلبه. فواضح الشركات السنه دي كلها هتتسابق على مين يدي اكبر حجم بطاريه باقل سمك للجهاز، مع كاميرا خلفيه بدقه 50 ميجا بكسل وكاميرا سيلفي 16 ميجا بكسل، لسه طبعا محتاج اجربها عشان اقول لك رايي عنها النهائي. والموبايل ده برضه بيدعم تقنيه NFC او الدفع اللا تلامسي، والموبايل ده برضه بيجي بمعيار حمايه من نوع IP69، سيبك بقى من IP65 وال 64 و54 اللي كنا بنتكلم عنهم من شويه. الموبايل ده بيستحمل الغمر في الميه الاعماق بتوصل ل 2 متر لمده تزيد عن نص ساعه، وبيستحمل كمان ضغط الميه من اي اتجاه مختلف، فده تقريبا بيقدم اعلى معيار حمايه في الفئه السعريه دي كلها. والجهاز ده بصراحه لسه ما اعرفش سعره كام بالظبط وقت تصوير الفيديو ده، ولكن طبعا اول ما اعرف سعره هسيبه لكم في اول كومنت مثبت تحت الفيديو ده. اما عيوب الجهاز ده وده لازم اتاكد منها قبل ما اطلع اقولها لكم، اولا هل الصوت اللي هيجي في الجهاز ده مونو سبيكرز ولا ستيريو سبيكرز؟ النسخه اللي هتنزل لنا غير النسخه اللي نزلت في الصين، ومحتاج اتاكد اذا كان الجهاز بيدعم تصوير 4K ولا لا. لو الجهاز وفر الحاجتين دول فالجهاز ده هيكون الخيار المثالي في فئه ال 10000 جنيه. وطبعا سعره وعيوبه زي ما قلت لكم هنلاقيها في اول
كومنت مثبت تحت الفيديو ده بمجرد ما يتم الاعلان الرسمي عن الجهاز. تامن شركه العملاق الكوري شركه سامسونج. سامسونج اللي عندها موبايل ممتاز في الفئه السعريه دي، السامسونج الجالاكسي الاي 26. جهاز بيجي بشاشه ممتازه من نوع سوبر اموليد، سطوعها تحت شاشه الشمس بيوصل ل 1000 نيتس او 1000 شمعه، معالج ممتاز وتقريبا اقوى معالج بالسعر ده الاكزينوس 1380 بيجيب حوالي 600000 نقطه اداء، فكنا بنتكلم من شويه على 400 و200 دلوقتي 600000، مع كمان كاميرا خلفيه بدقه 50 ميجا بكسل فيها اي اس او مثبت بصري، وكاميرا ثانيه 8 ميجا بكسل خاصه بالالترا وايد او التصوير الواسع، واللي زي ما انتم شايفين احنا مش لاقيين اي كاميرا الترا وايد لحد دلوقتي. بطاريه كبيره بسعه 5000 ملي امبير اور وبتشحن بقدره 25 واط، مع معيار مقاومه ميه اي بي 67 بيخلي الموبايل مقاوم للغمر في الميه. واخيرا الموبايل ده بيديك 6 سنين من تحديثات السوفت وير، فانت لو شخص يهمك التحديثات وبتحب اول باول تعمل ابديت للتليفون بتاعك وكده، فهنا بنتكلم في 6 سنين. اعلى مده حاليا في الاندرويد كله هي شركه سامسونج، 6 سنين كاملين. ولكن عيوبه للاسف مفيش مستشعر مكالمات حقيقي، هنا المستشعر سوفت وير مش هاردوير. تاني حاجه شكل الشاشه للاسف وحش قوي 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 في 2025. منظر اليو نوتش اللي موجود على الموبايل من فوق دي بقى سيء خلاص، على الاقل شيل خالص وحط بانش هول او حط دايره الكاميرا الصغيره، لكن شكل اليو ده من 2019 وقدم خلاص. ثالث عيب مفيش شاحن مرفق في العلبه، ورابع عيب الشاحن حتى لو اشتريته على حسابك فهو بطيء جدا جدا، 25 واط، كنا لسه من شويه بنتكلم في 80 و90، فدي تجربه شحن بطيئه جدا جدا وتجربه بطاريه صغيره، فللاسف الموبايل ده فاشل شويه في البطاريات والشحن والشبكات. ونسيت اقول لكم الصوت هنا مونو سبيكرز مش ستيريو سبيكرز. والجهاز سعره 11500 جنيه النسخه ال 128 جيجا مساحه تخزين و6 جيجا بايت رام. اما لو انت شخص معكش الفلوس دي وعايز حاجه برده من سامسونج كويسه، فاقول لك روح للاي 16، موبايل جيد جدا ولكن طبعا اقل منه في المعالج واقل منه في معيار الحمايه واقل منه في كل حاجه، ولكن لا يزال الاي 16 برده واحد من افضل واحلى الموبايلات اللي في الفئه دي كلها. اما بقى الاي 26 فتشتريه لو يهمك التصوير ويهمك دعم التحديثات والمعالج الاقوى، لكن يهمك بقى شاشات ومشاهده محتوى وتجربه صوتيه وحمايه اعلى والكلام ده كله وبطاريه وشحن اسرع، فما فيش الكلام ده. تاسعا الشركه اللي كله مستنيها واللي عامله قلبان في السوق المصري الفتره دي هي شركه انفينكس، واللي عندها واحد من احلى الموبايلات في الفئه السعريه دي هو الانفينكس هوت 60 برو. الجهاز ده اولا بيجي بشاشه جميله من نوع اموليد وبتردد 144 هرتز، ولكن للاسف انت مش هتاخد ال 144 دول، يعني تاخدهم 120 بس، لان المعالج اصلا في الموبايل ده ما بيدعمش ال 144 هرتز، فقصه طويله ولكن نعتبره 120 واللي هو حلو برضه. مع سطوع تحت عشان الشمس بيوصل ل 1600 نيتس او 1600 شمعه، وخد الحته دي كمان البي دبليو ام بتاع الموبايل ده 2160 هرتز، ده اللي هو معدل التعتيم اللي هو بيحمي عينك عشان ما تتعرضش للاجهاد لو تستخدم الموبايل ده لفترات طويله. احيي انفينكس على الجزئيه دي. تاني ميزه عندك معالج كويس من ميديا تك، هو الهيليو جي 200، ده تقريبا يعتبر رفع تردد بسيط خالص من الهيليو جي 100 واللي هو رفع تردد للجي 99، فتقريبا هم نفس المعالج، بيجيب حوالي 420000 ل 440000 نقطه اداء، كلام كويس ويشغل لنا ببجي على 60 فريم وحلوين ومرضى. عندك كاميرا خلفيه بدقه 50 ميجا بكسل وكاميرا سيلفي 13 ميجا بكسل، شغالين مش سيئين ولا كارثيين يعني بالسعر ده، ولكن في منافسين تانيين افضل منهم، وبطاريه جيده بسعه 5160 ملي امبير اور وشحن سريع بقدره 45 واط مرفق في العلبه. وعندك بقى هنا حفله مستشعرات، مستشعر مكالمات حقيقي، عندك ان اف سي للدفع اللا تلامسي، وعندك الاي ار عشان تستخدم الموبايل ده كريموت. واخيرا معيار حمايه من نوع اي بي 64 بيخليه برده مقاوم لطرطشه الميه الخفيفه، ولكن الغمر في الميه لا بالموبايل ده. عيوب الموبايل ده بالنسبه لي تتلخص في التالي: اولا الموبايل ده ما فيهوش تصوير 4K في الفيديو، اخرك 1080 بي بس. تاني عيب الموبايل ده ما فيهوش 5G، 4G فقط، ولكن طبعا نظرا للفئه السعريه اللي هو محطوط فيها فيعتبر خيار جيد. تالت عيب ما فيش مايك تاني اللي عايز الضوضاء في المكالمات، يعني لو بتستخدم الموبايل ده وانت بتتكلم في الدوشه الطرف الثاني الدوشه دي كلها هتوصل له جوه ودنه اكنه قاعد معاك بالظبط، ودي حركه مش حلوه. واخيرا تجربه التصوير بالموبايل ده زي ما قلت لكم هي شغاله ولكن ليست الافضل في الفئه السعريه دي. بس اللي يشفع للجهاز العيوب دي كلها سعره 8700 جنيه للنسخه 256 جيجا مساحه تخزين و8 جيجا بايت رام، فالجهاز ده مش هطلعه واحد من احلى الخيارات في فئه ال 8000 جنيه، ولكن لو عندك القدره تزود اكتر توصل ل 9 او 10 وساعات 11 فلا، كل البدائل اللي قلناها ب 11000 افضل منه ما عدا الفيفو. تاني موبايل من انفينكس برضه في نفس الفئه السعريه دي الهوت 60 برو بلس، بيتميز عن ال 16 برو ان جايب تصميم احلى وسمك ارفع خالص، بنتكلم في 6 مللي مع معيار اعلى اي بي 54، اعلى بفرق بسيط مش هتحس بيه، شاشه منحنيه ولا هتديك مشاهده محتوى احلى ولكن للاسف هتضايقك شويه في تركيب السكرينات، وتجربه تصوير افضل وسماعات ستيريو. والجهاز ده سعره النسخه 256 جيجا مساحه تخزين و8 جيجا بايت رام 10500 جنيه. واخيرا وصلنا لاخر شركه معانا هي شركه اونر، واللي عندها موبايلين بالنسبه لي بصراحه موبايلات يعني
مش عايز اقول لك كارثيه ولكن مستحيل ارشحه. اول موبايل لقيته وانا بدور هو الاونر اكس 7 سي. الموبايل ده بيجي بشاشه ضعيفه جدا جدا، تعبانه لاقصى حد، من نوع تي اف تي، الريزولوشن بتاعها مش مكمل فول اتش دي. بنتكلم في الفئه دي في موبايلات جايه ب 1.5 كي، هنا اتش دي بس مش فول اتش دي حتى. معالج ضايع السناب دراجون 685، مفيش تصوير 4K، واندرويد 14، كل ده ب 8500 جنيه. فالموبايل ده بالنسبه لي خيار فاشل دلوقتي. طب نطلع 1000 جنيه يمكن نلاقي حاجه احسن من اونر. عندك الاونر 8A، شاشه اي بي اس بتردد 90 هرتز بس، معالج ضعيف من ميديا تك هو الهيليو جي 88. ويا جدعان ده بطاريه بسعه 4500 ملي امبير اور، وشاحن بقى 22.5 واط، يعني ده غلبه سامسونج. مفيش مستشعر مكالمات حقيقي، مفيش تصوير 4K، مفيش سماعات ستيريو، وكل الباكج ده ب 9500 جنيه. فللاسف الموبايلين دول من اونر باونر كلها في الفيديو ده، مع السلامه. مش هرشح اي موبايل منها ب 10000 جنيه. استنى اقول لك الجمله الشهيره، بره الترشيحات خالص. كده خلاص خلصنا. قلت لك ايه احلى موبايل موجود عند كل شركه. على سبيل المثال في شخص بيحب اوبو، رشحت لك موبايل من اوبو، حد بيحب ريلمي رشحت له من ريلمي، ولكن لا، احنا ريلمي طلعناه بره الترشيحات صح. بس لو هتسالني عن رايي انا الشخصي كعمر لو رايح اشتري في الفئه السعريه دي، فترتيبي للاجهزه هيكون كالتالي. اول جهاز بصراحه هروح له الاي 26 عشان المعالج الاقوى والكاميرا الافضل مع كل التنازلات اللي قلنا عليها. تاني موبايل هروح له وهو من اوبو، الاوبو الاي 6 برو 5G، لو نزل بسعر 11000 جنيه، 11500، 10500 في الرينج ده، هيبقى تسعير عالمي، لان الموبايل بصراحه بيقدم باكج محترمه كده. وثالث موبايل بقى ممكن اروح له هو الانفينكس هوت 60 برو بلس. دي قناعتي وترشيحاتي الشخصيه. قول لي انت ترتيبك للاجهزه دي تحت في الكومنتات. وفي النهايه ما تنساش اللايك بتاعك الجميل، وتشترك في القناه لو مش مشترك عشان يوصلك كل جديد بنزله اول باول. وانا عمر، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.